بين البنات انتي عليك العين يا ام الخدود تفاح. ايه ده، احنا بنصور؟ المهم، بص يا فندم، ما تخافش من الهبلة، خاف من خلفتها. هي دي مقدمة حلقة النهاردة. اسمع مني، اركن بقى المثل الشعبي المصري الأصيل اللي أنا قلته لك ده، بتاع ما تخافش من الهبلة خاف من خلفتها، على جنب عشان ملوش علاقة بحلقتنا نهائي، لا يمت لحلقتنا بصلة. لأن احنا في حلقة النهاردة هنتكلم عن راجل محترم جدا، جهبذ الإعلام الرياضي في مصر، كابتن التاريخي لنادي الزمالك. احنا هنتكلم عن إحدى عواميد كرة القدم المصرية، بس هو عمود قصير بس شوية معلش. المهم، جهبذ فيديو النهاردة ترعة المفهومية برميل النباهة أفحمنا في مناقشته لمشكلة كهربا مع نادي الزمالك. أفحمنا فيها بكل الطرق ورجعنا بالزمن لورا لهروب عصام الحضري من النادي الأهلي، وبيقارن نفس المشكلة ما بين هروب عصام الحضري وبين هروب كهربا من الزمالك، وعاوز يقيس عليها نفس المقاييس. جهبذ الإعلام الرياضي في مصر الكابتن خالد الغندور، كامل الاحترام والتقدير ليه، ولكن خلوده أتمنى أن صدر حضرتك يكون رحب للكلام اللي احنا هنقوله النهاردة، وربنا يعيني علشان أنا مبتلى، وقلتها امبارح وهقولها تاني، أنا مبتلى يا كابتن خالد، والله العظيم يا قلبي أنا مبتلى. المهم، أنا عارف إن المقدمة ما كانتش شيقة، ولكن الشيق للغاية هو بعد وصباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثة دي يا فندم. هي كارثة بكل المقاييس وشتاها. أتمنى إن حضرتك تصرف لايك على الفيديو ده، لأن اللايك لازم يتظرف في فيديو زي ده. اللايك هنا ما يتعملش، اللايك هنا يتظرف. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، جهبذ الإعلام الرياضي الكابتن خالد الغندور تناول قضية كهربا بعد ما تم الهجوم عليه في السوشيال ميديا بعد الردح وبعد الكلام اللي قاله امبارح في الإعلام وفي قناة نادي الزمالك. فالراجل طلع يرد يعني ويبرر ما فعله، وقال لك أنا بعتذر. كابتن خالد الغندور بدأ كلامه وقال لك أنا بعتذر لكل الإعلاميين، أنا بعتذر لكل الناس، أنا بعتذر لكل المسؤولين في النادي الأهلي، أنا بعتذر لإدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، أنا بعتذر للباشمهندس عادل القيعي، أنا بعتذر للأستاذ خالد مرتجي، أنا بعتذر وبعتذر وبعتذر وبعتذر. هو كان عاوز يبين لحضرتك إنه هو عميق جدا، وقال لك أنا هعتذر بالأسماء والأسباب بعد الفاصل. قال يعني بقى هو كده بيعمل لنا تشويق وإثارة علشان نستنى ما بعد الفاصل والناس كلها تكلم بعضها في التليفونات، الحقوا علي ده الكابتن خالد الغندور بيعتذر على الهوا يا علي، والناس بقى تتفرج وبتاع والدنيا تقوم وكده. ولكن يا كابتن خالد، انا مش عايز اصدم حضرتك واقول لك ان الثلاثة اربعة اللي بيتفرجوا على قناة نادي الزمالك هم اصلا الناس اللي شغالة في قناة نادي الزمالك، فهو ما حدش بيتفرج على القناة، انت كنت عايز تعمل بروباجندا على الفاضي يعني. فاحمد ربنا انها ما كانتش في قناه كبيره بتتشاف من ناس كتيره، كان هيتحفل عليك تحفيله يا نهار اسود جامده جدا. المهم، احنا لحد دلوقتي ما دخلناش في صلب الموضوع واتكلمنا بتفاصيل ممله. المهم، بعد ما الكابتن خالد الغندور طلع واعتذر وعمل فيها ان هو يعني بياخدنا في سكه، وبعد كده يقوم جاي عامل يوتيرن وراجع الفزلوكه، فزلوكه يعني. كابتن خالد الغندور قال لك ايه؟ قال لك دلوقتي بقيت انا اللي بعمل فتن، بقيت انا اللي بعمل مش عارف ايه، بقيت انا وانا 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 وانا، والناس هم اللي طيبين والناس هم اللي جمال، وبقيت انا الشرير، فانا طالع اعتذر لهم وجايب لهم كلامهم ايام هروب عصام الحضري. انا يعني معاه سيديهاتهم بقى وكده. المهم، كابتن خالد الغندور وهو طبعا عامل فيها بابلو اسكوبار الاعلام المصري، ويعني قد ايه هو فتك وقد ايه هو ما جابتوش ولاده،
وقد ايه هو يعني جامد جدا زحليقه، طلع بقى يقارن بين هروب عصام الحضري من النادي الاهلي ورأي النادي الاهلي ساعتها واداريينه بهروب كهربا من نادي الزمالك ورأي اداره النادي الاهلي في هروب كهربا من نادي الزمالك. طب بص، انا عارف ان انت لسه ما مسكتش صلب الموضوع، ولكن لا، امسك بقى صلب الموضوع دلوقتي. بص يا سيدي، النادي الاهلي كان عنده لاعب اسمه عصام الحضري، تمام؟ فهرب، فالاهلي اتضايق. بسيطه اهي زمان. دلوقتي بقى نادي الزمالك كان عنده لاعب اسمه كهربا، وكهربا هرب، فنادي الزمالك عاوز الاهلي اللي هو منافس الزمالك الاهلي هو اللي يتضايق. ليه؟ زي ما اتضايقوا في عصام الحضري. انت حضرتك بتهزر، انت بتهزر. انا عايز ابسطها بس مش لاقي. المهم خلينا نبسطها. انت كنت ماشي في الشارع يا كابتن خالد ووقع منك 100 جنيه وانا لقيتها وفرحت واتبسطت. انت عايزني لما انا ابقى ماشي في الشارع ويقع مني انا 100 جنيه وانت تلاقيها وتفرح وتتبسط، عايزني انا اتبسط لك؟ انت حضرتك كويس؟ انت شارب ميه ملوثه ولا ايه يعني؟ ما اصل ده انا ما اعرفش دي دماغ ايه. دي دماغ لسه ما اخترعوهاش كيف لحد دلوقتي. فهو الكابتن خالد الغندور بيطالب ان النادي الاهلي يبقى زعلان عشان كهربا مشي من الزمالك وهرب منه، ولا زي ما زعلوا في عصام الحضري. طب ما عصام الحضري ده كان بتاعهم وهرب منهم، دلوقتي كهربا ما كانش بتاعهم وما هربش منهم. هتقول لي بس هرب لهم. اقول لك لا، كهربا لما هرب وراح النادي البرتغالي ولا مش عارف كان اسباني ولا ما اعرفش، والله ما فاكر كان ايه، خلينا نقول ان هو هرب يعني وراح النادي اللي هو راحه ده، كان المفروض يدفع غرامة كهربا يا النادي اللي هو راح له. كابتن خالد الغندور بيطالب النادي الاهلي اللي مش طرف في الموضوع اساسا، حتى لو كان هو اللي مسخن كهربا من تحت لتحت، بس هو مش طرف في الموضوع اساسي ولا رسمي، بيطالبوا انه يدفع غرامة كهربا. هو حضرتك بتتكلم بجد؟ حضرتك مصدق اللي انت بتقوله؟ يعني النادي الاهلي اللي مش طرف في موضوع كهربا طالع بتتكلم على اساس يعني، وبتكلم وبتخاطب النادي الاهلي تقول له ايه اللي هو يعني انتوا في ايه ما تدفعوا غرامة كهربا وبتاع وانتوا متضايقين ان انا بتكلم عن كهربا ومتضايقين ان احنا عاوزين فلوس كهربا. طب انا عايز اسمع تصريح واحد للنادي الاهلي ولادارته، او لاي، لو في معزه عدت من قدام النادي الاهلي كده من قدام الباب، عاوز اسمع اي حد فتح بقه في النادي الاهلي وقال لنادي الزمالك احنا مش عاوزين ندفع فلوس كهربا، او خفضوا لنا فلوس كهربا، او مش من حقكم تطالبوا بفلوس كهربا. النادي الاهلي ما اتكلمش في الموضوع ده اساسا. النادي الاهلي ما فتحش بقه في الموضوع ده اساسا. وده ليه؟ لانه مش طرف في الموضوع. لا هو نادي الزمالك اللي هرب منه اللاعب، ولا اللي هو النادي البرتغالي اللي هرب له اللاعب. هو صفقة اشتراها اللاعب وحطه في النادي، توقف خلاص، اتوقف اقعد يا عم، الايقاف خلص يا ابني، انزل العب تألق واعمل اسيستين وهجون. وده اللي حصل. النادي الاهلي انت اللي عامله طرف يا كابتن خالد الغندور، اللي عامل لك خرم في دماغ حضرتك، اللي انت بتنام وتصحى بيه، اللي بتنام وتصحى تفكر فيه، اللي بتنام وتصحى ما وراكش غير النادي الاهلي واعلامه ومسؤولينه ورئيس ناديه. انت ما وراكش حاجه في الدنيا يا كابتن خالد الا النادي الاهلي تشغل دماغك بيه. هتموت وتبقى زيهم، هتموت وتبقى ناس بتتكلم عنك زيهم. انت مش احنا مش هنعرف نبقى زي شراب النادي الاهلي يا كابتن خالد. معلش انا اسف ان انا بتكلم من جوايا يعني، ولكن انا اسف للتشبيه اللي انا قلته، شراب مش شراب، انا بعتذر ان انا قلت كده، ولكن مش هقصها لانها طلعت من جوايا، بس بعتذر. المهم احنا عمرنا ما هنبقى زي النادي الاهلي، عمرنا ما هنبقى زي سور النادي الاهلي حتى يا اخي، عمرنا ما هنبقى زي اي حد يمت بصلة للنادي الاهلي، عشان ده كيان اسمه النادي الاهلي، علشان ده رئيس نادي ايا كان المسمى، الخطيب او غيره، بيتمسك وبيتعامل بقيم واخلاق النادي الاهلي. احنا عندنا اللي بيصحى بدري بيحكم، احنا عندنا في الزمالك اللي بيصحى بدري بيقول
احنا عندنا في نادي الزمالك محدش له يعني ممكن رئيس النادي يتدخل في تشكيلة المدير الفني. حضرتك بتتكلم في ايه؟ احنا رئيس النادي عندنا بيطلع يقول ان لعبتنا بتحشش وبتجيب نسوان. يا كابتن خالد صلي على النبي. حضرتك بتضحك لا اله الا الله علينا باللي انت عامله ده. انت بتقارن هروب عصام الحضري من النادي الاهلي، وبتقارن بقى رد فعل النادي الاهلي ساعتها بهروب كهربا من نادي الزمالك وبرد فعل النادي الاهلي دلوقتي. ازاي؟ ازاي؟ اقنعني. انا غبي؟ اقنعني بالراحه، وانا بكلمك بالراحه اهو. اقنعني بالراحه. ما هو يا انا غبي يا واحد كده غبي، فاقنعني يقنعك. المهم يا فندم، لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تظرف لايك، تكتب كومنت تقول رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره تتفرج عليها فيها. كان معكم محمد الجرحي. تصبحوا على الف خير.